2025 خلاص على الابواب. السؤال هنا بقى، هل انت جاهز للسنة الجديدة ولا هتسيبها تعدي عليك كده من غير تغيير حقيقي؟ الفكرة كلها مش بس انها سنة جديدة، الفكرة هتفرق ايه السنة دي عن غيرها طالما انت هو نفس الشخص ما اتغيرتش. عشان كده بقى انا عامل الفيديو ده اعرفك فيه ليه مهم ان انت تحط اهداف لنفسك في السنة الجديدة، وازاي تحدد اهداف تناسبك، وايه الاهداف الرئيسية اللي لازم تحطها ضمن اهداف السنة دي، واعرفك كمان ازاي تحقق الاهداف دي خطوة بخطوة عشان تبقى السنة دي فعلا مفيدة ليك. هنعرف كل ده واكتر بس بعد الانترو. بص يا صاحبي، من غير اهداف انت حياتك بالظبط عامله زي العربيه اللي ماشيه من غير GPS، تايه. الاهداف هي اللي بتدي حياتك معنى وبتحسسك كمان ان انت بتتطور وبتتقدم، سواء كان التطور ده في شغلك او في صحتك او في علاقاتك. عايزك تتخيل معايا كده لو انت حطيت بس هدف ان انت تقرا 12 كتاب في السنه، يعني تقريبا كتاب كل شهر، اخر السنه هتلاقي ان عقلك اتطور بشكل رهيب. انت متخيل معايا كميه التطور اللي انت هتبقى فيها بعد ما تحقق هدف زي ده؟ حته انك تحط اهداف للسنه الجديده دي حته لابد منها. طيب ليه الاهداف مهمه كده؟ بص يا سيدي، اول حاجه وضوح الرؤيه. لما بتحط اهداف واضحه بتبقى عارف انت رايح فين بالظبط وعايز تحقق ايه بالظبط، بدل ما بتضيع وقت على الفاضي. تاني حاجه التحفيز المستمر. الهدف بيبقى عامل بالظبط زي المحرك، كل يوم بتبقى عايز تعمل حاجه جديده وتنتج حاجه جديده عشان توصل للهدف ده. تالت حاجة في أهمية إنك تحط أهداف للسنة وهي التركيز، بدل ما تكون مشتت في مليون حاجة، لا الهدف بيخليك مركز على حاجة واحدة. رابع حاجة بقى قياس التقدم. لما يكون عندك هدف أنت بتبقى عارف أنت اتطورت في الهدف ده، طب هل أنت مشيت فيه؟ طيب هل أنت لسه واقف مكانك؟ كل ده بتعرفه لما بتحط هدف واضح لنفسك. تخيل أنت داخل سنة جديدة وبتقول أنا عايز أطور حياتي، حلو جدا، بس الهدف ده لو مش واضح فأنت مش عارف هتبدأ منين ولا حتى أنت هتبدأ تعمل إيه. بدل كده بتبدأ إن أنت تحط هدف واضح عشان تبدأ تسعى له. ممكن تقول انا هبدأ السنة الجديدة دي بان انا اهتم بصحتي اكتر، وتبدأ ان انت تحط برنامج لنفسك انك تجري 3 مرات مثلا في الاسبوع. بكده الهدف بتاعك بقى واضح وقابل للتنفيذ. فموضوع انك تحط اهداف للسنة الجديدة دي لازم. طيب ازاي بقى تقدر تحط اهداف بشكل صح عشان تقدر تحققها؟ خلي بالك الاهداف دي لازم يكون ليها شوية معايير كده عشان ان انت تقدر تحققها. هقول لك المعايير دي بالترتيب. رقم واحد، تكون محددة وواضحة، زي مثلا انك تقول انا عايز ازود دخلي، بدل ما تقول انا عايز فلوس زيادة. محدش هيجي يقول لك خد فلوس زيادة، لا انا عايز ازود دخل، فببدأ اشوف الاسباب عشان اقدر ان انا ازود دخل. تاني حاجة يكون الهدف ده قابل للقياس، يعني مثلا عايز اقرأ 12 كتاب السنة دي، انا دلوقتي قرأت كام؟ بعد شهرين هكون خلصت كام؟ على اخر السنه اكون خلصت كام كتاب؟ وهكذا. رقم 3 بقى يكون الهدف ده قابل للتحقيق، يعني يكون هدف واقعي كده، ما اجيش مثلا اقول انا عايز ابقى ملياردير في شهر. رقم 4 لازم الهدف ده يكون مرتبط بحياتك، يعني يكون له علاقه بالواقع اللي انت عايش فيه، ما بقاش مثلا شغال في المبيعات واقول مثلا انا عايز ابقى طيار. رقم 5 بقى انك تحط وقت للهدف ده، زي مثلا ان عايز اخس 10 كيلو في شهرين. الهدف بقى ابسط ومحدد وواضح وقابل للقياس وقابل للتنفيذ وبسيط كمان. ايه بقى الاهداف الاساسيه اللي لازم تركز عليها السنه دي؟ اول حاجه ودي انا شايفها اهم حاجه، آن الأوان بقى إنك تصلح علاقتك بربنا وتحطه أول هدف ليك من أهداف السنة دي. ما هو مش معقول يبقى في شخص ناجح وعايز يحقق أهداف وطموحات وعلاقته مش كويسة مع ربنا. لو ما بتصليش صلي، لو بتصلي دخل النوافل في صلاتك، لو بتدخل النوافل في صلاتك طلع صدقة، لو بتتصدق اعمل لك ورد يومي من القرآن. كل دي أهداف بسيطة جدا قادر إن أنت تحققها وتتحسب لك أهداف اتحققت في السنة الجديدة. مين عارف الايام دي هتلف عليك تاني ولا لا؟ طيب ايه تاني؟ علاقتك مع اهلك واصحابك، هي دي اهداف؟ اهداف واساس الحياه كمان. ارضى ابوك وامك، زور قرايبك من وقت للتاني، اتصل بحد من اصحابك بقالكوا كتير ما بتتكلموش. كمان مش كل الاهداف انا عايز احقق كذا، في اهداف انا عايز اتخلص من كذا. لو بتشتم كتير اقطع شتيمه، لو لسانك واخد على الشتيمه قلل الشتيمه دي، لو بتعمل حاجه بتغضب ربنا اقطعها، لو ربنا مبتليك بمصاحبه البنات وانك بتتكلم مع دي ودي ودي عمال على بطال اقطع العادة دي وحطها من ضمن الأهداف اللي انت حققتها للسنة الجديدة. كل دي أهداف كفيلة إنها تخليك على آخر السنة على الأقل شخص محترم وسوي نفسيا حتى لو مش ناجح. أقول لك بقى شوية نصايح تساعدك في تحقيق الأهداف دي. أول حاجة اكتب أهدافك، الأهداف المكتوبة دايما بتديك التزام أكتر. أنصحك جدا بتطبيق اسمه نوشن، ده تطبيق خرافي تقدر تكتب عليه الأهداف بتاعت السنة الجديدة. تاني حاجة ابدأ بخطوات صغيرة في الهدف بتاعك، يعني الهدف الكبير كده قسمه لحاجات صغيرة تقدر إن أنت تنجزها. مثلا لو حطيت هدف إن أنت عايز تتعلم برمجة السنة دي، قسمها أول خطوة إنك تتعلم بايثون،
بعد كده عايز تتعلم ال HTML، بعد كده عايز تتعلم جافا سكريبت، بعد كده عايز تتعلم C++، وهكذا. تالت خطوة بقى، تابع التطور بتاعك اسبوع او اسبوعين او حتى بعد شهر، شوف انت وصلت لفين وشوف انت حققت ايه، وهل انت ماشي كده صح ولا غلط، وهل محتاج تغير الهدف ده او تغير في الخطة اللي انت ماشي عليها او لا. رابع حاجة، ودي انا شايفها من اهم الحاجات برضو اللي هي تخليك تحقق اهدافك بكل سهولة، كافئ نفسك. لما تحقق هدف حتى لو كان صغير، حاول ان انت تكافئ نفسك كل فترة والتانية، ده بيكون نظام حافز ليك انك تكمل. في النهاية كل سنة جديدة هي بداية جديدة، فبدل ما تسيب السنة تعدي عليك كده وخلاص، اكتب اهدافك وخليك ملتزم بيها. كل خطوة صغيرة هتاخدها هتوصلك لإنجاز كبير. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر هدف نفسك تحققه في 2025. وبس كده، سلام.